زهقتي بقى من اللحمة ومن الفراخ وعايزة أكلة في حلة واحدة كده وتنجز معاكي الوقت وببواقي المكرونات اللي عندك وشوية رز، يبقى تصلي على النبي ويلا نشوف الطريقة. هنسمي بالله كده في الأول ونصلي على النبي، ونجيب الحلة بتاعتنا نحط فيها حوالي ربع كوباية من الزيت، وأول ما تسخن هننزل بكوباية من الشعرية ونحمرها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي. سيبيها بقى براحتها كده تتحمر لحد ما توصلي للون اللي انت شايفاه ده. بعد كده بقى نحط كوبايتين من الرز، او طبعا حسب الكميه اللي انت عايزاها. انا هنا معايا الحله كبيره، وحلاوه الاكله دي ان هي في حله واحده، يعني مش هتبهدلي حاجات كتير. بس كمان هسيبلك تطبيق حلو قوي في الكومنتات تحت او في البايو، حملي بقى من عليه كل الوصفات والافكار دي بدون انترنت، اول مره بنت وبعد كده بيبقى معاكي على طول شغال من غير نت. بعد كده نزلت بقى بكوبايه من المكرونه المرمريه الصغيره كده، وقلبتهم مع الرز كويس قوي. وكل ما بنزل بنوع من المكرونه بقلبه واسيبه ياخد تشويحه حلو. نزلت بقى كمان بكوبايه من المكرونه القلم، هنا كانت دي بواقي عندي، كل كيس كده فيه حبه، رحت جايباهم كده وقلت ايه نعمل بيهم غدا، يعني لمينا بواقي الحاجات. وهنا كان معايا كوبايه من العدس، غسلته ونقعته لمده نص ساعه وصفيته. وبعد كده جبته كمان ياخد تشويحه مع المكرونه والرز بالشكل ده. حطيت بقى ملح وكمان كمون، وكمان بقى معلقه من بودره الدجاج، دي بتتباع سايبه عند العطار بدل المرقه يعني. وقلبتهم كده ونشفت كويس قوي 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 قوي. وفي المرحله دي بقى معايا كاتل ميه سخنه، هجيبه دلوقتي وهنعمل احلى اكله في حله واحده. بس كان معايا حوالي ربع كيس من المكرونه الاسباجيتي، قطعته كده على 3 ومش هقلب تاني خلاص، هنزل بالميه بتاعتي بالشكل اللي انتي شايفاه ده. ده بقى كشري الحلة الواحدة، انجاز انجاز كده، حاجة تقومي تعمليها في دقيقة، مش تاخد منك وقت خالص. يا دوبك بس بنغطي المكرونة، بنوطي بقى عليه لما يتشرب ونسيبه يستوي على نار هادية، ويلا بقى نعمل احلى تسبيكة كشري. معلقتين كده من الزيت كبار نسيبهم يسخنوا، وننزل بمعلقتين من التوم المفروم. انا كان عندي التوم ده متفرز في الفريزر، قلبته بقى كده كويس قوي، جبت منه معلقه وبيسهل عليا. خلي بالكم الثوم والبصل والطماطم لما بتكوني مفرزاها بتسهل عليكي الاكل، في ثانيه واحده بتكوني محضراه. ودي صلصه الطماطم اللي انا كنت مصلصلاها معاكم، هتلاقوها على الصفحه ورا، وابقوا خشوا كده خدوا لفه في الصفحه هتلاقوا عليها فيديوهات كتير. نزلت بقى بالصلصه بتاعتي وزدت لها كوبايه من الميه لان انا مسبكاها حلوه قوي. نزلت بفلفل اسود وكمون وكزبره وملح، وكمان نص معلقه من السكر ومعلقه من توابل الفراخ، وقلبت بقى بالشكل ده وركنت. واهم حاجه السكر علشان الحموضه، والملح زي ما انت عايزه. ما كنتش حاطه فيها بابريكا لان كانت هي ما شاء الله حمرا قوي. الكشري بقى معايا استوى بالشكل ده، ودي التسبيكه زي ما انتم شايفين. وعملنا احلى اكله ببواقي المكرونات اللي عندنا. اعملوا الاكله دي بجد هتعجبكم جدا، واحلى من اللي انتوا بتشتروها من بره، بتروح تشتروا العلبه ب35 و40 جنيه وملهاش لازمه. فجربوا ده كده، وما تنسوش الشير واللايك وتصلوا على النبي.